اهلا بيك يا سيدي في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والنهارده جايين لك بفيديو مهم جدا جدا وموضوع في غايه الاهميه وبيفرق مع ناس كتير قوي، وناس كتير سالتنا عنه، وعشان كده احنا قلنا لازم النهارده نتكلم فيه، وهو السي ام اي. يا ترى ايه هي السي ام اي، وهتتعلم فيها ايه، واهميتها ايه، وبتفرق مع الشخص ازاي، وبتفرق معاك ازاي، وشغلها بيوفر لك فرص في الشغل عامله ازاي، وكل الحاجات دي، والامتحاناتها اخبارها ايه، وازاي تعدي منها. موضوعات كتيره جدا هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله في هذه الحلقه القويه مع ضيفنا العزيز استاذ شريف عز. فيلا بينا نضيعش وقت، نخش في الموضوع على طول. يلا بينا يا سيدي دلوقتي على طول نخش في الموضوع واعرفكم معايا النهارده، وانا مش هعرفكم بقى، يعني الراجل هو يعرف عن نفسه طبعا، يعني القيمه الكبيره استاذ شريف عز. فاهلا اهلا بحضرتك وسهلا، اهلا معانا، بيك، اهلا ويعني ويا ريت بيك. كده تعرفنا عن نفسك يعني للناس ان شاء الله. انا اسمي شريف عز، بشتغل فاينانشال مانجر، مدير مالي حاليا في شركه من كبرى شركات الريل استيت في مصر. بدات حياتي كاي محاسب عادي، اشتغلت شويه في مكاتب محاسبه، اتعلمت الحسابات على ايد ناس طبعا كانوا اساتذتنا وكانوا خبره كبيره جدا. اتعلمت كتير منهم، وبعدين بدأت أخش في مرحلة إن أنا محتاج أعمل جلوبال سيرتيفيكت علشان أقدر أعمل نقلة نوعية في حياتي. وده كان السبب اللي خلاني كنت اخترت ساعتها السي بي اي، واللي بقيت بعديها سي بي اي هولدر، ودي فتحت لي فرص كتير. فطبعا ان انا قدرت ادخل بعد كده على الجلوبال سيرتيفيكت، ده خلاني عديت مراحل كتير بسرعه في التدرج الوظيفي بتاعي، من تشيف اكاونتنت لسينيور اكاونتنت، وبعدين بدات اخش في الفاينانس مانجر، وقبليها في الاوديت طلعت بقى السينيور اوديتور، وبعدين نائب مدير مراجعه في المكاتب اللي كنت شغال فيها. وبدأت بقى أطلع ميزانيات، وعرفت القصة بتمشي إزاي، بدأت أفهم معايير كويس جدا في وقت كان يمكن بدري، كان ناس قليلة قوي في مصر اللي كانوا بدأوا يفهموا المعايير، سبيشالي من 2006 لما بدأنا نطبق قصة المعايير الدولية وإيه الفرق بيننا وبين المعايير الأمريكية وهكذا. فده خلاني بدأت أوصل اه لا ما شاء الله، يعني تاريخ حافل يعني. وحضرتك دلوقتي زي ما حضرتك بتقولت، يعني انا عارف الشركه طبعا بس مش هنقول اسمها، بس يعني استاذ شريف فعلا هو يعني يعتبر في كبرى، او يعتبر من اكبر يعني شغال في من اكبر شركات الريل استيت ديفلوبمنت في مصر يعني. فاهلا بحضرتك معانا. أهلا بيك يا ويعني أستاذ. احنا النهارده طبعا جايين يعني ايه نجاوب على اسئله للناس كتيره فيما يخص شهاده السي ام اي. انا عارف طبعا حضرتك يعني طبعا السي بي اي طبعا شهاده اعلى من السي ام اي بحبه حلوين. بس طبعا حضرتك كده كده انا عارف ان حضرتك بتدي او بتدرس الاثنين، يعني ده بتدي حقيقي فعلا، ده بتدرس حقيقي، أنا السي ام اي بدرس سي ام والسي اي بي اي. والسي بي اي بالظبط بالظبط. كده. فهنتكلم النهارده عن السي ام اي، وممكن في موضوعات تانية ان شاء الله نتكلم عن السي بي اي، بس هنتكلم عن السي ام اي على اساس ان هي الانتري ليفل، وناس كتير بتدور عليها، ان هي نقدر نقول هي دخلة البدايه لاي حد عايز يبدا ان هو يبقى يتحول من كون ان هو شخص عادي لان هو شخص معاه شهاده دوليه. نبدا نتكلم كده ونقول يعني، او اسالك اول سؤال، هي السي ام اي عباره عن ايه؟ بص، سي ام اي عندها ميزه خطيره جدا، يعني ميزه حلوه قوي قوي بالنسبه للناس. اولا انت تقدر تدرسها، تبدا تشتغل فيها وانت طالب في الكليه، آه. ودي ميزه بالنسبه لهم تبقى ميزه جميله جدا، لان انت بتطور نفسك اثناء ما انت بتخش فتره الكليه، وتقدر تبقى عضو فيها بشرط ان انت بتخلص في خلال 3 سنين. مم. كويس. باسنج سكور بتاعها اقل، 72%، يعني اه. من 7 من 6 من 72% انت بتبقى خلاص باسنج، اللي هم بتبقى 360 اوفر 500، المفروض ان انت تجيب السكور في الاكزام 360 اوفر 500. 500. دي ميزه كويسه جدا. طيب من جوه السي ام اي بتديك حاجات كتير قوي ونولج جميله جدا. خلاص، بتديك نولج في الفاينانشال ريبورتنج، بتديك نولج في الكوستنج، بتديك نولج في البلاننج، في البادجيتنج، في البيزنس ديسيشنز. طب يعني خلينا نخش كده في الحته، ان بس حضرتك قلت الحته دي، هو حته ان هي بتديك نولج فين. يعني برضو لان هو ممكن الناس تتعامل مع السي ام اي زي ما حضرتك قلت، ان هو هي ممكن واحد لسه في الجامعه يخشها، او حتى فريش جراد يخشها، بس طبعا الناس بتبقى شايفه او في معلومات اعتقد، يعني ما اعرفش المعلومه دي صحيحه ولا لا. يعني هي ناس تقول لك ايه، لا لما تبدا تشتغل مثلا سنه سنتين تبدا بعد كده تدور على السي ام اي، ما تخش السي ام اي بدري قوي كده لانك لسه مش هتكون نقدر نقول اتكحرت في السوق. ف... فهل دي معلومة حقيقية؟ هل مثلا لو واحد شغال مثلا بقاله سنة سنتين أو 3 سنين، وواحد لسه مثلا في الجامعة أو لسه متخرج، هل قدرتهم على التحصيل وقدرتهم إن هم يقدروا يعدوا الامتحان بتبقى متساوية ولا بتفرق؟ بص، هو في نقطتين، يعني خلينا نمشي الاول للناس اللي هم لسه في الكليه.
خلاص اولا هي بتفتح مداركهم كويس جدا، وعندك وقت كويس قوي، يعني تقدر تخشها مثلا من انت في سنه ثالثه او في سنه رابعه تبدا تخش، لان هيبقى عندك البيزكس اللي تقدر تبني عليها، وبعدين تقدر تطلع منها بعد كده لما تخلص الكليه. هيبقى عندك فرصه عاليه جدا ان انت تقدر تتقبل جوه شركات. مم. ليه؟ لانك راجل خلاص سي بي اي هولدر، سي ام اي، انا اسف، CMA سي ام اي هولدر. بتقدر بعديها ان انت تكون ليك ميزه نسبيه عن اي حد من الناس المتقدمين. بتفرق معاك سواء في النولج، بتفرق معاك في اللغه، لانه كمان انت هتدرسها بالانجليزي، يعني هتدرس الكلام كله بالانجلش. فده هيسهل عليك وهيديك حاجه ذو حدين، يعني ان انت هتبقى كويس في الكوميرشال انجلش. النقطه التانيه انه هيديك معلومات وخبره كويسه قوي في المجال بتاعك اللي انت هتخشه، فهتديك ميزه كويسه قوي. خلاص هتبقى لسه بيزكس، وهتبدا تدخلك وتخليك في التدرج الوظيفي بتاعك تبقى سريع، لانك بتختلف عن الناس اللي مم. معاها السيرتيفيكت. طبعا. طيب بالنسبه للناس التانيه اللي مخلصه، مع الشغل والخبره هيسهل عليك الفهم قوي، وهيسرع لك الوقت في انك تاخدها. مم. خلاص. طب يعني هتقدر انك تاخدها بشكل اسرع. بالظبط. يعني هل يعني عشان كده هو يعني نقدر نقول ان هي في ميزه من الناحيه دي وفي ميزه من الناحيه دي. لو انت بدات بدري في الجامعه، فانت ساعتها هيكون عندك فرصه اعلى في ان انت تلاقي وظيفه بشكل سريع، لانها هتقوي لك مداركك طبعا. وهتوسع لك افاقك في العلم بتاع المحاسبه وعلوم اداره المحاسبه. اما لكن طبعا هتبقى محتاجه شويه شغل ومجهود عشان استيعاب الماده العلميه وقدرتك على انك تعدي الامتحان. ده ده صحيح. صحيح. ده بالنسبه صحيح. طبعا اللي متخرج او شغال، هتبقى استيعابه للكونسبتس او استيعابه للماتيريال او للعلوم اللي موجوده في السي ام اي هيكون اسرع من ده التاني. صحيح. ده صحيح. فهي يعني هي تقدر تقول هو ايه، كل حاجه ليها ميزه وعيب. تبدا بدري بس توصل بدري هتبقى محتاج مجهود اكبر ومحتاج هتوصل شغل بدري اكبر. اسرع من الناس اللي معاك، وفي نفس الوقت هتبدأ تفتح دماغك بشكل مختلف تماما عن مم. ما انت تبقى شغال من غير ما تبقى هولدر. صح. هتبدأ تفتح مداركك بشكل جميل جدا، هتبدأ توسع مداركك لحاجات كتير قوي، هتتدرج في الوظائف بشكل سريع جدا. ولو انت شغال هتختصر لك، يعني لو انت اوريدي شغال هتختصر لك نقول 4 5 سنين من مم. الشغل لحد لما توصل لبوزيشن معين. ده رقم كبير جدا 4 5 سنين دي اه بالذات ده حقيقي بالذات كمان فعلا. لو انت لسه متخرج ولسه بادئ يعني، فهي فرصه قويه جدا. طيب حلو قوي، احنا كده غطينا الحته دي. طب السؤال التاني بقى، واللي هو اللي حضرتك كنت دخلت فيه بس قلنا ايه عشان نمشي كده ايه، عشان ايه، عشان جراديولي. لان انت ممكن تلاقي حد مثلا لسه فريش جراد او كده او لسه بادئ، فيقول لك ايه لا مش هسمع دلوقتي عشان ايه الموضوع لسه بدري عليه. لا لسه مش بدري ولا حاجه، انت ممكن تبدا من النهارده وتحاول تمشي تفتح الطريق بتاعك بدري بدري. طيب عايزين نتكلم بشكل تفصيلي او مش تفصيلي قوي يعني، بس نمسك موضوع من السي ام اي، ونقول السي ام اي بتلمس انهي موضوعات، وايه اهم الموضوعات اللي الناس المفروض تركز عليها، واللي هي نقدر نقول بتميز السي ام اي. بص، يبقى ايه تو بورتس. خلاص. تمام. البورتس الاولانيه بيتكلم معاك فيها زي ما هتقول كده، هتاخد اوفر فيو عن الفاينانشال ستاندردز، فاينانشال اكاونتنج ستاندردز، هتاخد فيها اوفر فيو محترم جدا في حته المعايير بتاعه المحاسبه. من ناحيه تانية هتبدا تفهم ازاي الناس بتبدا تعمل بادجيتنج، فوركاستنج، كوستنج. يعني احنا بنتكلم في التكاليف، في الموازنات، في القوائم الماليه، في الإدارة المالية وتوابعها. ازاي بتقدر تعمل خطط، ازاي بتقدر تحدد أرباح قبل ما تبدأ السنة، ازاي بتبدأ تعمل فوركاستنج لو انت عندك سيناريوهات معينة عايز تنفذها، شايف ان الأمور ممكن تختلف معاك بشكل أو بآخر. كل الحاجات دي بتأثر بالناس الانفسترز اللي هم أصحاب الشركات أو البورد اوف دايركتور، اه. انه ازاي نقدر ناخد قرارات مستقبليه للشركه، نحدد على اساسها احنا هنتحرك ازاي، لانه الشركه ما بتمشيش يير باي يير. يعني صح. الكلام ده كان خلاص كان كان زمان. زمان. اه. تمام. دلوقتي الشركات بتبدا تحدد اهدافها والخطط بتاعتها بشكل مستقبلي. بشكل يعني مستقبل. انا هعمل ايه في خلال ال5 سنين او ال7 سنين او ال10 سنين او وات ايفر، هتحرك ازاي. ووات اف بقى انه حصل انفليشن زي مثلا حصل عندنا في مصر، في طفره حصلت. وات اف انه الكوست وقف او فيكسد، او انا هتحرك ازاي، هعمل ايه. كل الكلام دي ده بنبدا نشتغل فيه. يعني انا هقول لحضرتك مثلا يعني صحح لي المعلومه دي يعني لو انا فيها صح ولا لا. بس انا لما يعني وقت ما اتخرجت مع اني كنت كمبيوتر ساينس، بس عشان خاطر انا يعني واحد تقدر تقول واحد يعني انتربرينور شويه من اول ما اه ده اتخرجت فاهم، انا حقيقي، ده فتحت. باين، ده حبيبي باين ربنا طبعا. يخليك. وفتحت الشركه بتاعتي وكده، كان بالنسبه لي عمليه مهمه ان انا افهم
حاجات انا مش فاهمها. يعني طبعا بالنسبه لي كانت حاجه زي الحسابات والماليات دي كانت بالنسبه لي يعني حاجه حاجه مبهمه، مبهمه حاجه مبهمه جدا. جدا، فاهم؟ اللي هو بالظبط. يعني اللي هو ممكن اتعامل مع بالظبط. مع يعني بروجرامنج او مع كود، بس تقول لي اتعامل مع الحسابات او محاسبه، الموضوع صعب مش فاهم جدا. القصه دي. فساعتها دخلت في كورس في السي ام اي. دخلت جميل. كورس سي ام اي، وكان هدفه ساعتها ان انا اخد نولج، يعني معلومه، مش كانش هدف في السيرتيفيكت، لان انا بذاكر عشان البيزنس بتاعي، عايز افهم اعمل ايه في البيزنس يعني. فساعتها كان اللي كان بيدينا الماتيريال او كان بيشرح لنا، فقال لنا ان هو يعني اكتر جزئيه صعبه في السي ام اي هي جزئيه الكوستنج او التكاليف. هل ده فعلا هي التكاليف؟ انا لما انا ذاكرت طبعا التكاليف كانت بالنسبه لي انواع مختلفه وقصص مختلفه، بس انا عشان ما دخلتش في بارت 2، انا اكتفيت بارت 1، لان بارت 1 فتح لي حاجات كتير وانا كملت من بعدها بقى في الشغل وكده يعني. لكن بارت 1 كان الجزئيه اللي هي فيه بتاعه البرفورمانس، ان تقيس الاداء بتاع الشركه، الكوستنج، الجزئيه بتاعه القوائم الماليه، وجزئيه الموازنات. الحته دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا. بس انا ما اعرفش هل فعلا الكوستنج بقى هو اللي نقدر نقول اصعب حته واكتر حته مهمه، ولا انهي الحته يعني انهي الجزء التكتل فين في السي ام اي؟ بص، مفيش تكتل في حاجه. خلاص ليه؟ العبره في حاجه واحده، ان حضرتك بتفهم الموضوع، يعني بتعمل له اناليسس. خلاص، يعني لما بنيجي نتكلم في الكوستنج الاول، يعني ايه كوستنج؟ يعني ايه الناس بتعمل تكلفه؟ ازاي التكلفه دي بتتم، او انواعها، اذا كانت فاريبل اذا كانت فيكسد، بقسم التكاليف بتاعتي ازاي بنتحرك فيها. طول ما انت هتمشي فيها اناليسس، هتوصل للنقطة اللي انت عايزها وهتفهمها بشكل 100%. فأي حد هيجي يسألك فيها سؤال انت هتعرف ترد، لأنك مرتبها كويس قوي، وبالتالي انت بتبنيها بيز باي بيز. أما لو هتاخدها از بورت، يعني جزء على بعضه كده، لا مش ممكن هتفهم ولا الكوستنج ولا أي حاجة تانية. فالفكرة في ايه؟ في ان احنا بنمسك الأمور نبسطها علشان نبدأ نبني بيز كويس، وبالتبعية بتبدأ تفهم العلم واحدة واحدة لحد لما تقدر توصل انك تبقى فاهم النظريات المعقدة بشكل سهل وسلس. لانه في الاخر انت بتشوف الحاجات دي حاجات عمليا بتحصل قدامك، بتحصل مفهوم. قدامك. وبلس ان انت هدف الشركة دايما بيبقى ايه؟ ان انا احاول اديدكت الكوست على قد ما اقدر. صح. فديدكت الكوست فين؟ ازاي؟ هاو تو مانج؟ هي طبعا هي جزء، يعني جزئيه الكوستنج هي جزئيه حرجه يعني، لان هو مثلا بالعكس، ده في الكميه. جزئيات تانية أصعب، يعني في جزئيات تانية أتقل، زي مثلا الجزئية بتاعة الانترنال كنترول، ودي ناس كتير قوي، أو الرقابة الداخلية ناس كتير قوي دايما بتشتكي منها، تقول لك أنا مش فاهم السؤال هو عايز إيه. اه، دي دي نقطة. معلومه، دي حته مهمه، هنيجي بعد هنيجي لها قدام حته الاسئله دي. فدي نقطة من الحاجات المهمة اللي الناس مثلا بتسأل فيها. لكن بقية الحاجات هتلاقي لا، الأمور بتمشي معاهم ستيبل. ليه؟ لأنه دي هتقول عليها معلومات ادفانسد عن اللي الناس خدتها في الجامعة. وده اللي بيخلي حضرتك تفتح مداركك ليها لما تقعد في اجتماع، او تقعد مع مدير، او تقعد مع سينيور، او وات ايفر الشغل بتاعك. هتقدر تستوعب بشكل اسرع كتير الشركه عايزه ايه، انت دورك ايه، ايه اللي تقدر تقدمه از ادد فاليو للشركه بتاعتك. وبالتبعيه انت حضرتك هتكون كي في الشركه اللي انت هتبقى موجود صح، فيها. هتبقى اسيت، هتبقى بالنسبه لهم، بالظبط هتبقى بالنسبه كده. لهم اصل مهم جدا بالظبط طبعا انك كده، كونك فانا ما فاهم اقدرش استغنى عنه، صح. لان الراجل ده فاهم كويس، سيرتيفايد، بيقدر يوريني انا اقدر استفاد من الريسورسز بتاعتي احسن استفاده ممكن. طيب يعني عايزين نعرف كده، نقدر نقول الخطة الزمنية. يعني مثلا احنا كده فهمنا فهمنا الموضوعات الخاصة بالسي ام اي، وفهمنا ان هو مفيش موضوع اهم من التاني، هم كلهم مهمين، وكل واحد فيه نقط، يعني نقط تركز عليه عشان تقدر ده انت حقيقي فعلا. تتخطاه. ده حقيقي. ولكن هنيجي عايزين نبص بقى، نقدر نقول يعني الفترة الزمنية او التسلسل الزمني من ساعة ما انا هبدأ اخش في التراك دوت لحد ما اوصل ان انا ابقى سيرتيفايد. عادة الفترة الزمنية دي تبقى قد ايه؟ بص هقول لك على في حاجه. المتوسط يعني. في المتوسط احنا بنتكلم في حدود سنه، سنه ونص. واخد بالك؟ يعني هو الاي ام ده عشان اي التو بارتس. عشان تو بارتس طبعا. الديبند بقى انت عايز تخلص في وقت قد ايه. يعني في ناس هتبقى ديديكيتد قوي للموضوع، فهتبص ليه هيخش زي ما بيقولوا كده، هيخش يحرق زي القطر زي كده. القطر، هيخش مش هيقف. يعني انا اذكر ان انا لما كنت شغال في السي بي اي، كان عندي عدد ساعات. طبعا هي الموضوع يعني اكبر بكتير، والموضوع اصعب شويتين عن السي ام اي. ولكن انا كنت داخل حارق، يعني معدل مذاكره مثلا 8 ساعات في اليوم بير داي. فول تايم. فول تايم، ما فيش فول ذاكر تايم، فول تايم. ما عنديش اي وقت للراحه. يعني ما اصل انا الفكره ايه، انا عايز وعايز اخلص عشان انا عايز اتحط في مكان
كويس. ودي من النقط التانية المهمة بالنسبة للناس الهولدر. خلي بالك ان انت لو معكش سيرتيفيكت، سواء السي بي اي، سواء السي ام اي، او الاف ام في اي، او السي اف اي، او وات ايفر من السيرتيفيكتس دي، هتفضل طول عمرك واقف وفوقيك سقف، مم. مش هتعرف تتحرك. مم. والناس اللي شغالين في مكاتب المراجعة بيقول له انت عشان اقدر ارقي حضرتك بقى تبدأ توصل لمناصب، انا محتاج ان حضرتك تكون معاك سيرتيفيكت، مم. سواء مصرية صح. سواء أجنبية. والشركات المالتي ناشونال مش هتحطك في مناصب عاليه غير ما يكون معاك سيرتيفيكت. كان ليا زميل شغال، هو يعني دي حاجة مشهورة جدا ما لهاش زي، يعني شغال في البنك الدولي. في البنك الدولي وقف له الترقية بتاعته، بل بالعكس ده كان قال له انت ممكن ما تكملش في الشغل. والراجل كان بيسافر بقى ونيويورك وبتاع وحاجات قال له مش هتقدر تكمل غير لو خلصت سي بي اي. يعني از هو وان برضه هو شغال وورد. في البنك الدولي وورلد بانك يعني طبعا فانت بس متخيل. هو حتى بس انا يعني لو اقول الناس ممكن تقول الورلد بانك يعني احنا فين وفين والورلد بانك فين، بس اقول لك ما لا تستغربش لا من الحكايه دي، لما النهارده. هتاخد السيرتيفيكتس انت هتقدر توصل للاسماء اللي انت بتسمع عنها، البراندات، لان الناس دي ما بتاخدش ناس قليله. صح صح. السيرتيفيكت فعلا هتحطك في الحته دي. بس الحته في الحته هو طبعا يعني ممكن بيبقى في واحده من التحديات اعتقد اللي بتبقى في وش الناس في حته السيرتيفيكت، وهو الامتحان وسعره. يعني الناس طبعا بتبقى الامتحان بيبقى اعتقد غالي أنا مش يعني مش متذكر الامتحان سعره كام، بس يوجوال الناس بتبقى خايفه ان انا لو دخلت الامتحان وسقطت ما انا هضطر ادفع اخش امتحان تاني وادفع فلوس تاني. بص هقول لك ف على حاجه. انا هفترض مع حضرتك ان انا معايا 10 جنيه، خلاص. فال 10 جنيه دي دلوقتي انا قررت ان انا اعمل انفستمنت بيها، يعني هستثمر بيها، هجيب جودز مثلا وهشتريها وهروح ايه ابيعها هبيع. واحقق وحاجات كده. كويس. انا بقول لحضرتك النهارده بدل ما حضرتك تروح تعمل انفستمنت في حاجه انت ما تعرفهاش، خلاص، وممكن ان هي بعد فتره تمشي او الترند بتاعها يختفي، لا، طب ما انا بقول لحضرتك ايه، انفست ان يور سيلف. صح. This is a big asset. طبعا خلاص، مش طبعا مش هينتهي. طبعا ولا واعتقد ان يعني ان انت حتى لو هتحوش وهتيجي على نفسك عشان تخش الامتحان، حتى لو في درجه من درجات او نسبه من نسب الفشل اللي انت احتماليه الفشل موجوده، الا ان انت يعني انك مريت وتذاكرت ودخلت الامتحان، وحتى لو سقطت فانت اتعلمت كتير ده وحوش تاني، حقيقي. وتقدر برضو ده يعني ايه حقيقي. حاول ان انت يعني تكون تاني مبلغ ما. لان برضو زي ما انت زي ما احنا بنصرف على كل حاجه، يعني انت ممكن بتحوش عن حاجات كتير جدا في الحياه، بس اعتقد اهم تحويشه هي التحويشه اللي في نفسك. لان انت لما تستثمر في نفسك بشكل قوي، ويبقى انت كشخص عندك فاليوز كبيره وبتحمل حاجات مهمه، فاعتقد دوت هيخليك دايما عندك فرص اعلى. طبعا. فانت بتستثمر في المستقبل عن طريق انك بتزود فرصك في المستقبل وبتزود فرصك بكره يو باي يور فيوتشر. انا صح. دايما اقول للناس كده اللي معايا تشتري ان انت مستقبلك. يو باي يور فيوتشر. مم. فانت عايز تشتري الفيوتشر بتاعك ده ببلاش، يعني يعني انا لو عندي 23 سنه او سي 25 سنه، هتطلع معاش كام؟ سي انك هتطلع 60، يعني عندك 35 سنه. انت بتشتري 35 سنه، فبتستخسر القرشين ساغ اللي انت هتدفعهم النهارده، وهتقول واصل ومش عارف ايه ودي غاليه ودي رخيصه. بالعكس، انت بتشتري مستقبلك. صح. بلس انه الفرص اللي ان انت بتقدر تاخدها هنا، المعهد بتاع جي تي سي بيديك ديسكاونتس محترمه جدا عن طبعا. بقيه الناس، يعني صح. بحكم ان هو بارتنر معانا مع مع الاي ام الشركه. اي. صح. وبرضه مع ام اي طبعا. فلا طبعا، لا، ما تستخسرش في حاجه زي كده، ما تستخسرش في فلوس زي كده. هتاخد نولج، هتاخد سيرتيفيكت، هتبقى اسيت كبيره، هتبقى ادد فاليو في اي مكان انت هتروح. طيب ناخد اخر جزئيه ممكن ان احنا نتكلم فيها. يعني احنا الحمد لمسنا اجزاء كتيره جدا، بس اخر جزئيه وهي آه هو الناس بتسقط في الامتحان ليه؟ يعني بص، اعتقد ناس كتير بتبقى عندها لان بالنسبه لهم الامتحان دوت يبقى حاجه مخيفه ومبهمه وكده، فعايزين نعرف هو الناس بتسقط ليه؟ شوف، اللي الناس اللي بتخش في الشهادات اللي زي كده، اللي بيمتحن حضرتك ده او الاكزامينر ده راجل مش قليل. مم. كويس. فالراجل ده علشان يطلع حضرتك ان انت هتبقى هولدر وات ايفر من السيرتيفيكتس اللي انت هتشتغل بيها، لازم يمتحنك كويس قوي. هو مش هيجيب لك يعني هو اللي بيحصل ايه طبعا. البيز بتاع القصه دي او اللي بيخلي الناس بتسقط في الامتحان زي ما انت بتقول، انه بيبقى طالع من بيئه امتحانات لوكال، مم. يعني سمع انا حافظ فالنقط 1 2 هو 3. امتحانش حفظك لو بقى. حضرتك داخل بالامتحان من الفيو ده، ثق تماما ان انت يو ويل نوت باس فور ايفر. هتشيل يعني. انا اللي طالبه من حضرتك في الامتحان ده انك تفهم الكونسبتس، يعني انا عايزك تفهم الكونسبتس مش تحفظها. ده ما حته عنديش ده حته حفظ. مهمه قوي، ده حضرتك قلتها حته مهمه قوي يعني.
ان هو مش بيمتحن حفظك، خالص هو خالص. بيمتحن فهمك your للاشياء. understand صح. and your practice، يعني تطبيقك ومدى فهمك للموضوع اللي انت هو بيسألك فيه. يعني هو مش هيجي يقول لك 1+1=2 برافو عليك انت شاطر، لا خالص خالص. هو ما بيجيش انا لما كنت بذاكر زمان كنت بشوف الاسئله فعلا بتيجي اسئله تحس ان هو لافف لك. لا خالص. هو انا قلت اقول لحضرتك على معلومه انا كنت عرفتها عن طريق الفيديوز اللي كانت موجوده، ومن الناس البراكتيكال واصدقائي اللي في US وحاجات زي كده. الناس الاكزامينز الموجودين هو بيجيب لك كيسز من الحياه العمليه اللي انت هتقابلها، هتقابلها. فما ينفعش يجي لك فتقول له لا اصل انا اسف ما خدتهاش. لا ما ينفعش. ما هو الناس اللي حطت البيزكس دي، او مثلا نتكلم على فاينانشال ستاندردز مثلا، الناس اللي حطت الفاينانشال ستاندردز دي ما جاتش قعدت فكرت وحطت دي قاعده خدتها وقعدت تشوف الفاينانشال ستاندردز دي في السماء. صح. لا، هم جابوا الناس الصح اللي هي بتشتغل بالشكل الصحيح، واللي يقدر يقدم الحاجه بالشكل المظبوط اللي الناس قارئي القوائم الماليه يفهموها. نفهمه. واخد بالك؟ فهي دي النقطه. اه لا، وطبعا التشالنج او التحدي الكبير في الحاجه دي ان هو درجه انك تعدي من 72%. انا زمان وانا صغير يعني سالت السؤال ده، قلت يعني ليه 72%؟ يعني ليه تعمل لي امتحان اعدي فيه من 72%؟ طب يعني انا اللي هنعرفه الامتحانات طول عمرنا 50 50%. فساعتها يعني اللي كان بيدرس قال لنا، يعني قال لي كلمه الصراحه وانا شايف ان هي منطقيه جدا، منطقيه جدا. قال لي ايه؟ قال لي السي ام اي او المانجيريال اكاونتنج، انت المفروض النهارده هتبقى راجل مسؤول ده بعد ما تطلع من حقيقي. السيستم الجديد، راجل مسؤول. طب راجل عندك القدره انك تبقى بتدير شيء وبتاخد قرارات ماليه. بيقول لو انت النهارده في شركه ما او في شركه شغاله ونسبه قراراتك الماليه نسبه قراراتك الماليه الصحيحه اقل من 70%، انت هتغرق الشركه. ده حقيقي. ده حقيقي فعلا. فقلت له والله معاك حق يعني. انت هتبقى راجل مسؤول النهارده وهتاخد قرار. خلاص، من ضمن التشالنج اللي موجوده you acting for the test او for the exam as a game. يعني هو فعليا بيتعامل مع الاكزام على ان هو جيم. هو لعبة. بيتشالنج يو في التايم. انا عايزك تاخد اقصى قرارات صحيحه في اقل وقت اقل وقت. ممكن. يعني السؤال ممكن تحله غلط، تقعد فيه ربع ساعه، محتاج تقعد ربع ساعه لحد لما تاخد القرار الصح. لا، انا عايزك تاخد القرار الصح في خلال دقيقتين. هي دي لا التشالنج. وكمان في حاجه صعبه جدا كمان دي شفتها، اللي هو ان ممكن يجي لك سؤال هو كل الاجابات صح بس ايهما الاصح. اه بالظبط بالظبط. دي ما انا صعبه عايزك تاخد جدا. احسن قرار. احسن قرار قدامك، صح. لانك بيبقى قدامك كذا بديل. يا ترى اروح استلف، اعمل مثلا، دي من ضمن الحاجات اللي كانت دايما بتلمسنا في سي ام اي، انك تاخد مثلا فاينانس ديسيجن. انت عايز فلوس، يا ترى اخد الفلوس دي اني مثلا اعمل شيرز، اعمل حقوق اوزع. ملك او اوزع ملكيه او افرق اسهم ابيع اسهم، ولا اروح اخد قرض من البنك. ده مثلا ده فور اكزامبل. صح. فهتلاقي كل الناس تقول لك لا والله لا، ده انا اروح اخد قرض، ده انا اروح يعني ابيع شيرز علشان اجيب فلوس ببلاش وبتاع. طبعا باد ديسيشن 100%، لانه اللون ارخص بكتير. ارخص، لون ارخص. فطبعا دي كم واحد فكر بقى في الحكايه دي؟ صح. هتلاقي لا ناس قليله. طبعا لا، يعني هو ولما تيجي نبص هي يعني طريقه الامتحانات دي بتبقى اللي فعلا بيقف فيها الشخص اللي هو بيلغي تفكيره او بيلغي مخه، وبيبقى عايز ان هو يخش يحفظ له او حتى يحفظ الاسئله ويخش يجاوب. مش اعتقد هينجح مش عمره. هينجح. لكن هو هو فكره ان انت بتتفرج على الاسئله، ان انت بتحاول تفهم طبيعه الاسئله بتيجي ازاي، طبيعه المواقف اللي اتحط فيها عامله بص، ازاي. في حاجتين. الحاجه الاولانيه، يعني انت عشان تبص، يعني خلينا نقول ان انت you increase your opportunity to pass 90%. انت متخيل؟ يعني انا بقول لك ازاي انك تقدر تعدي بنسبه 90%. ده عن طبعا ما طريق اقدرش اضمن 10 الماتيريال الصح. 100%. خلاص. اولا اختيار الماتيريال الصح. ثانيا البراكتسنج طبعا. براكتسنج 100% براكتسنج. ما هو ليه؟ لان البراكتس هنا هو بيحطك في الموقف. بالظبط. انا فانت بعلمك ازاي كل ما تفكر تشوف بسرعه صح. وتوصل لنتيجه صح. صح، وكل ما تشوف مواقف اكتر وتحط في خبرات اكتر او مشاكل اكتر، كل ما تبقى انت عندك قدره على حل هذه المشاكل ده قدام. حقيقي. ده ودي حقيقي حاجه فعلا. دايما انا بقولها للناس، الفرق ما بين واحد في الخبرات ما بين واحد والتاني ايه؟ يعني ايه الفرق ان انا مثلا بجيب واحد خبره مثلا 3 سنين او 5 سنين من واحد خبره 10 سنين او 15 سنه؟ بيبقى الفرق بالنسبه لي لما اجي مثلا لو انا بهاير مثلا عندي في الشركه او عندي او في اي مكان حتى في الهايرنج، فهو الفرق هنا ان هو الراجل اللي عنده اللي بقى له خبره 15 سنه ده شاف مشاكل قد ايه، والراجل اللي هو بقى له خبره 5 سنين شاف مشاكل قد ايه، ودوت نسبه ان هو المشاكل اللي هيشوفها هيحلها في وقت قد ايه، بالظبط. وده هيحلها في وقت قد ايه. طبعا بالنسبه لاي اماكن او اي حاجات زي الادارات الماليه محتاجه قرار سريع، محتاجه قرار حكيم،
محتاجه قرار مبني على رؤيه وما يأذينيش بكره. بالظبط كده. فعشان كده انا لازم اكون لازم الواحد يكون عدى بالحاجات دي، والسي ام اي هي اللي بتجهزك لده بقى. ده لو انا صح يعني. ده صحيح. وفي ادد فاليو كمان يمكن الناس مش هتاخد بالها منه، انه انت لما بتكون سيرتيفايد خلاص، الفرق بين الراجل السيرتيفايد والراجل اللي بقاله 20 سنه في شركه واحده، خلاص انت كراجل سيرتيفايد هتقدر تخش وتجو اون معاه في الشغل، نقول وزن مثلا 6 مانثس، خلاص 6 شهور انت هتبقى اون تراك معاه هتبلع وهتبقى الدنيا خلاص. خلاص كده. هفترض معاك مجرد فرض جدلي، وده بيحصل مع كل الناس وحضرتك عارف الكلام ده، وبيحصل وحصل قدامي وقدامك قدام ناس كتير قوي. جت الشركه بعد فتره انت وصلت 50 سنه، معلش احنا متاسفين، كتر خيرك، احنا متشكرين، مع السلامه. هيجي ايه؟ يقول لك انا بدور على شغل. ان يجي يقدم في الشركات يقول والله لا احنا متاسفين انت ايه سنك كبير وهكذا، ويروحوا يجيبوا الايه الشاب الصغير اللي هو الفريش جراديويت، يقول لك ايه لا ده انا هيجي لي يقول لي انا عايز مرتب اكس، واكس ده كبير وحاجات، ولسه هعلمه الشغل. الناس السيرتيفايد، ودي الميزه الكويسه جدا ليهم، انت حضرتك تقدر تخش جو اهيد في اي مكان في اي وقت وفي اي سن، وتفضل معاك اسيت، تخش تقدر حتى ايفن لو سنك كبير تقدر تخش وتاخد بوزيشن محترم، سالري محترم، بتفرق معاك انك تقدر تشتغل كمان في اي مجال. الديبندز ان انت مثلا هتقعد 5 to 6 months لحد ما تبقى اون تراك. اذروايز انت لو شغال في مكان شغال مثلا اندستريال، دماغك هتبقى في الاندستريال. طب جات لك اوبورتيونيتي انك تروح في شركه الريتيل كوميرشال مثلا او كوميرشال مثلا، هيبقى خلاص صعب كده. هتبقى صعبه لان التحول صعب. خلفيتك كلها اندستريال، صح. غير لما انت تبقى عندك كله. السي ام اي هتديك بقى الخلفيه المتكامله. بالظبط. طبعا يعني انا شاكر جدا لحضرتك، ميرسي وحابب جدا، برضه انا اقول يا شاكر جماعه جدا. ان هو استاذ شريف عز هيكون موجود معانا النهارده، او موجود على عسال دوت كوم، على عسال اكاديمي، وبيدي كورس البريب كورس، او اللي هو كورس التحضير لشهاده السي ام اي. وده كورس كبير جدا، كورس حوالي 100 ساعه، واللي هيكون بيقدمه هيكون استاذ شريف عز، هيقدمه عن طريقنا او عن طريق عسال اكاديمي، طبعا مع بناء على البارتنرشيب برضو اللي ما بيننا وما بين شركه جي تي سي، وهي اللي بالبروفايدر بتاع الماتيريال، بناء على نقدر نقول اكسكلوسيف او الشراكه، او ان هو الوكيل الحصري للماتيريال بتاعه بيكر في مصر، واللي هي تعتبر من اعلى الباسنج جريدز، او اعلى نسب النجاح في المجال يعني. فعشان كده احنا جايبين يعني، ده طبعا الاستاذ شريف عز يعني خبرته ضخمه جدا ما شاء الله يعني، وزي ما قلت لكم هو شغال في اكبر شركه كمطور عقاري في مصر. والناحيه الثانيه جايبين افضل ماتيريال ان شاء الله في العالم يعني، واعلى نسبه ده حقيقي، ده باسنج. حقيقي. فيعني احنا لمين لكم، يعني نقدر نقول ان احنا لمين كل سبل النجاح والجوده العاليه اللي تضمن ان شاء الله اللي يقدر يخش كورس دوت، يقدر ان هو من بعدها يبدا فعلا كارير يكمل بيه حياته كلها قدام بعد كده، ويبني حياته بشكل قوي من البدايه. فاتمنى تكونوا اتبسطتوا بحلقتنا النهارده وبالفيديو بتاعنا النهارده، واشوفكم دايما ان شاء الله يا رب على خير. وتابعونا دايما في فيديوهات مختلفه في حاجات ومواضيع كتير جدا، منها الفاينانس والاي اي والديتا وغيرهم كتير. ومع الف سلامه، شكرا لحضرتك. ميرسي جدا، شكرا.